بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لباس عليكم؟ بخير هانين؟ أسعد الله مساءكم. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة. كنتمنى أن عيد الأضحى يلقاكم على خير وبخير وبصحة جيدة، وكنتمنى أن هاد الحليوة اللي غادي نعطيكم اليوم تعجبكم. انا متاكده انها غاديه تعجبكم 100%. علاش؟ هاد الحليوه ديال الزمن الجميل، ديال الجيل القديم، كيف ما كنقولوا الجيل الذهبي هو اللي غيعرف هاد الحلوه. راها كتجي خطيره، كتجي غزاله، هاد الحلوه زوينه بزاف. وراكم عارفين الحلوات كاملين غريبه المعلكين راهم تيكونوا غنيين على التعريف، غنيين عن التعريف. هاد الحلوه حلوه النخاله. هانتوما النخاله، كاين اللي غادي يعرفها وغادي يفهمني، كاين اللي غيقول لك شنو النخاله هي غدير بها الحلوه. اختي النخاله، ها انتم انا غنقرب لكم باش تعرفوا ها انتم كيفاش دايره النخاله. 100% ما فيهاش نهائيا الدقيق، ما فيها حتى شي حبه ديال الدقيق، ما فيها مغربله مقاده كتشريوها من عند العطار اولا من عند هري، ولا حتى مول الحانوت على ما اظن البقال راه تكون عنده. الثمن ديالها ما غاليش، الثمن ديالها رخيص بالعكس، بحال الدقيق. الثمن ديال الدقيق الثمن ديالها. وغادي تحتاجوا، مهم بالنسبه للنخاله ما غاديش نقول لكم بالضبط، النخاله هي اللي كتجمع لينا الخليط فحال الدقيق، فحال الحلوه نيت المعلكه اللي حطيت لكم ديال قشور اللوز. يعني قشور اللوز كانوا هما اللي كيجمعوها. حتى هاد الخليط هذا، هاد النخاله هي اللي غادي تجمع لينا الخليط. نبداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الكوك، غادي نحتاجوا زلافه كبيره، زلافه عامره، اي ما يعادل 2 الكؤوس ديال العنبه ديال السكر، حبيبات سكر خاشن. غادي نحتاجوا البيكينغ باودر 2 حبات من وزن 8 غرام، ولاغوم ديال الفاني او لا فانيا ساشي ديال 7 غرام فاصله 5. وقلت لكم النخاله على حسب اللي غادي يجمع لينا الخليط، واحد نص زلافه اختياريه ديال السميده الرقيقه. بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، ما كاين حتى شي اشكال. 4 البيضات يكونوا من الحجم كبير، ما كاين لا درجه حراره المطبخ لا والو، عاديه. وزلافه مملوءه كيف ما كتشوفوا ديال زيت نباتيه. وهنا غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الكونفيتير، واحد رشه ملح، ولاغوم ديال الناطا. انا كيف ما تنقول لكم هاد الناطا راه المذاق ديالها خطير، لا في الصابلي لا في المعلكات بصفه عامه لا في اي حاجه. هاد الناطا راها خطيره، غير خذوها وما غاديش تندموا عليها. والثمن ديالها راه ماشي غالي، الثمن ديالها غير 5 دراهم. راه تقدري ديري فيها 2 المرات، تقدري ديريها في 3 المرات. يعني راه الحلوه غادي تقام عليك غير بواحد 2 دراهم ونص اولا درهم ونص باش غادي تقام عليك هاد الناطا. يعني راه غتاخدي انت 5 دراهم تقدري تستعمليها 2 المرات حتى 3 المرات. صافي هادشي اللي عندي. غادي نبداو بطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. البيض من الاحسن الاخوات دائما هرسوه في شي اناء هكا، شي زلافه، باش حتى لا كان شي حليوه، عفوا انا حليوه فاسده، الا كانت شي بيضه فاسده ما تفسدش لينا كاع البيض اللي عندنا. هكا راه حنا غير كنغامروا صافي. يعني راه الا كانت وحده فاسده راه غادي نلوحو حنا هذا البيض كامل. كناخذوا البيض والزيت وسنيده، سكر حبيبات، الناطا كيف ما قلت لكم غير شويه د الناطا ماشي بزاف. واحد المعلقه تقريبا صغيره ديال الناطا صافي، ورشه ملح. المهم الاخوات دائما اي حليوه درتوها بنوها بشويه الملحه. انا راه غالبا كنسى الملحه، انا اغلبيه بزاف المرات كنسى الملحه ما كنديرهاش. هانتوما
ها المعلقه الاولى د الكونفيتير، ها المعلقه الثانيه. المعلقه الثانيه ما كانتش عامره مزيان، هانتوما جوج معالق كبار مملوئين ديال الكونفيتير ديال المشماش اللي كان. انا مثلا ما تيكونش عندي زعما ضروري انني يكون زعما كونفيتير جاري ولا كونفيتير سكري. صافي غادي نحاول نخلط هاد العناصر حتى ينسجموا لي ويذوب السكر وغادي نرجع معكم. هنا كنعتذر، التليفون عندي عمر ليا بزاف وتقطع ليا، كيحسب لي كنصور يعني طلقت هكا الكاميرا، شعلت الكاميرا وكنسحب راسي كنصور. راه زدت هنايا فانيلا وزدت سميده، انا كنأكد على زدت فانيلا وزدت سميده. غادي نبقى نوضع الكوك شويه بشويه، ماشي دفعه واحده، غادي بشويه بشويه. وهنا فين كاين السر ديال نجاح المعلكات بصفه عامه. راه ما كنتش شرحتها لكم مزيان في المعلكه ديال قشور اللوز، دابا غادي نشرحها لكم. هنايا خذوا الكوك يكون الكوك الميدم، هذاك الكوك الدهني راه تيكون الثمن ديالو مرتفع شويه. انا راه ما يعني غير سخرت شي حد جاب لي الصخره وما جابهاش ليا مقاده، وما لقيتش كيفاش ندير حتى نرجع هذا الكوك. مهم هذا الكوك راه خصو يكون الكوك الغليظ ماشي هذا الرقيق. ها نتوما هذا راه غير الكوك الرقيق، راه ما كيجيش بصراحه في المعلكات زوينين. المعلكات تفاداو هذا الكوك العادي، جيبوا الكوك المزيان اللي ميدم. صافي غادي نبقى نوضع الكوك بشويه بشويه ونخدم. ضروري تخدموا مزيان، ماشي بشويه، تخدموا مزيان. صافي انا غنستمر نوضع الكوك شويه بشويه تنكمل هاد 500 غرام اللي عندي ونرجع معاكم. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الكوك خدمته مزيان، تقريبا راه شي 6 دقائق اولا 7 دقائق وانا كنخدم في هاد الكوك مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى ساليت هذيك 500 غرام اللي عندي كامله ساليتها. بالنسبه لهاد الحليوه راه كتعطي تقريبا كيلو، حيت راكم عارفين ما فيهاش بزاف، غير نخاله خفيفه، ما كتعطيش زعما شي كميه اللي كثيره. و500 غرام ديال الكوك تقريبا كتعطي 1 كيلو. هكا هاد الحليوه كتعطيكم كيلو، هكا كيلو عبار. ومنين غادي نزيد هاد النخاله غادي حتى هي نخدم مزيان. انا كنأكد على هاد المرحله، هذه هي اهم مرحله، وهذه سر من اسرار النجاح ديال المعلكات. المعلكه ديال الكوكو السميده دابا غنحطها لكم حتى هي، راه حتى هي بغيت نديرها في هذا العيد وغادي نحطها لكم. الا زعما بصراحه ما كنتش مزروبه غادي نخدمها لكم حتى هي نوريها لكم. ضروري ما تخدموا، الا ما خدمتوش الكوك والسميده ولا الكوك وقشر اللوز اولا الكوك والنخاله راه ما غاديش تطلع لكم المعلكه. الا غير خلطتوها وحطيتوها راه ما طالعاش لكم، الا صدقات لكم راه غير تيسير الله وصافي. مهم هذا سر من الاسرار. هاد الاسرار راه ما كيعطيوهاش الحلويات، ماشي اغلب الناس كيعطيوكم هاد الاسرار اللي كنعطيكم انا. راه ما عنديش مشكل، يعني سر المهنه تنوريه لكم، ما عنديش مشكل، يعني كنبغي انا نستافد ويستافدوا كاع الناس. صافي هنا كيف ما كتشوفوا هذه راه ماشي زلافه صغيره، ها نتوما هذه راه زلافه كبيره عندي. ها نتوما الزلافات العاديه اللي عبرت بهم شوفوا راه ماشي قدها. ها نتوما باش نكونوا واضحين، ها نتوما شوفوا هذه قداش وشوفوا هذه قداش. هذه راها صغيره، هاد الزلافه راها عندي كبيره، هي اللي دابا كنوضع بها النخاله. صافي غادي نستمر نجمع هكا العجين حتى نحصل على العجين اللي بغيت انا، يعني على السمك اللي بغيت وعلى عفوا على الخليط اللي بغيت انا. كتبغي تكون مرخوفه شويه، انا ما غاديش نزيدها هنا بزاف النخاله، غادي نزيدها غير شي حاجه قليله صافي. وغادي ندير بيكينغ باودر، غادي نزيد بيكينغ باودر جوج ديال لي ساشي كيف ما قلت لكم من وزن 8 غرام، يعني 16 غرام. المجموع اللي عندنا 16 غرام. غادي نزيد نخاله غير واحد شويه، ما غاديش نزيد بزاف، تقريبا واحد نصف كاس ديال النخاله. وهنا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. غادي نخليها من نصف ساعه حتى لساعه، ضروري هاد العمليه من نصف ساعه حتى لساعه، فحال المعلكه ديال الكركاع ضروري تبقى حتى هي واحد نصف ساعه على الاقل. الا كنتو مزروبين بها نصف ساعه حتى لساعه. كما كتعرفوا هاد غريبات المعلكه المعلكين
بصفه عامه ما كياخذوش معنا الوقت بصفه نهائيه. يعني فاش زعما كاينه الوقت هكا كذلك شويه غير فهاد بحال كنخليوها تقولي كتخمر هكا وكتماسك العناصر مع بعضياتها. تقريبا هي هذيك في نص ساعه اولا ساعه ديال ساعه ديال المكانه هكا صافي. هادشي فاش كنحتاجوها حنايا فاش زعما كنتعطلوا بها. اما هي راه بسهوله. وحتى في الفرن درجه حراره الفرن كتشعلوا الفران بالنسبه للفرن الكهربائي 200 درجه حتى كيسخن 200 230 260 حتى يسخن الفرن مزيان. عاد كندخلوا الحليوه ديالنا يكون الفران تقريبا سخن تقريبا شعلتوه واحد 10 دقائق عفوا واحد 6 دقائق اولا 5 دقائق حتى سخن مزيان. عاد كنوضعوا هاد الحليوه وكنرجعوه الفرن ل 160 170 درجه. انا عندي 160 170 كيف ما بصراحه ما كنفوتش فيهم 170 160 هي 170 هي 160 درجه صافي. وكنشعل عليها الفوق لتحت كنقربها عفوا للرف الاعلى. كيبقى تقريبا غير واحد جوج دقيقات هكا على الرف الاعلى. وبالنسبه الى طيبتوها في الفرن ديال الغاز فرن الغاز حتى هو راه كتجي فيه المعلكات كيجيو فيه حتى هما زوينين. شعلوا عليها الفوق والتحت طلعوها الفوق. الا كانت عندكم النار الفوق طلعوها الفوق تشقق وهبطوها. واذا كانت عندكم النار بالعكس في الاسفل ديال الفرن هبطوها في الاسفل وخليوها غير تشقق وطلعوها تحمر من التحت صافي. 8 دقائق حتى ل 10 دقائق على الاقل باكثر زعما الحد الاقصى ديالها 10 دقائق لا اقل ولا اكثر. من 8 حتى ل 10 دقائق لا اقل ولا اكثر. ما تزيدوش على هذا الشيء. الا خليتوها غير 12 دقيقه راه غتجيكم قاصحه وما غتبقاش معلكه. انا غادي نغطيها بورق عفوا بسلوفان. غادي نخليها وقلت لك كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه اولا ساعه وعاد نرجع معاكم. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما يعني كيف ما كنقولوا ارتاحت لينا هاد الحليوه. هانتوما كتشوفوا راها باقا هشيشه يعني باقا عفوا باقا رطبه صافي. غادي نكوروها هكا ونوضعوها في السكر الثقيل الممتاز سبيسيال. هانتوما كيف ما كتشوفوا وكنفندوها ماشي زعما غير شويه باش يعني هذاك السكر عنده دور كبير في هاد المعلكه. وكنوضعوا يدينا كيف ما كتشوفوا في الماء زهر. ولا ما كانش عندكم ماء الزهر وعندكم الروح ديال الزهر غادي توضعوا واحد هكا شويه د الماء وغادي نديروا فيه قطرات من الزهر. والا ما عندكمش حتى الماء زهر ما متوفرش لكم وهاد الحليوه ماشي خادمينها كوموند اولا هكا خادمينها لنفسكم البيت ديالكم صافي ديروا غير الماء. ديروا غير الماء ما كاين حتى شي اشكال. المهم انا غنستمر بنفس الطريقه حتى الاخر ونرجع معاكم. عفوا واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لكم بالنسبه للفرن. انا دابا الفرن عندي راه شاعل يعني راه ان فوا حيت يعني مشيت باش غادي ناخذ هاد الاناء اللي فيه هاد الحليوه صافي. راه ديك الساعه انايا شعلت الفرن باش ديجا الفرن يكون سخون مزيان. وهنا من بعد ما ساليت هاد الحليوه كنضغط عليها بجوج اصابع هكا اولا بثلاثه الاصابع اللي بغيتو. صافي وغادي نوضعها في الفرن. ودرجه الحراره انا عطيتها لكم. كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي غريبه المعلكه ديال النخاله. هانتوما ها اللاطه الاولى ها اللاطه الثانيه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. هانتوما يعني كتجي هشيشه ومعلكه في نفس الوقت. هانتوما